اظن بقى انا عملت معاكم فيديوهات كتيرة جدا جدا للسمنة والزبدة. ودي الزبدة النيوزيلندي اللي انا عملتها معاكم وطلعت معانا فوق الممتاز. امال يا هلا هتعملي ايه؟ هنعمل حاجات كتيرة جدا جدا في الفيديو ده. وهنعمل الزبدة البيضة اللي انتوا شايفينها دي بمكون واحد، وهنعمل سمنة، وهنعمل حاجات كتيرة جدا جدا، عشان احنا داخل علينا شهر رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. واظن كلنا بنستهلك كميات كبيرة من السمنة والزبدة. المهم انا عملت معاكم حاجات كتيرة جدا جدا على القناة. انا عاملة معاكم قبل كده ازاي نحول السمنة النباتي لسمنة بلدي، وعملت معاكم ازاي نحول الزبدة لسمنة بلدي، وعملت معاكم يعني حاجات كتيرة جدا جدا للسمنة. المرة دي بقى ده ايه بقى الختام بقى. الفيديو ده بتاع السمنة، ومش هنعمل نوع سمنة تاني. فاحنا دايما نقول ايه اهم من الشغل؟ تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول، ونعمل احلى زبدة مع بعضنا، ونطلع منها حاجات كتيرة جدا جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الزبدة بتاعتنا يا ستي. ومعلش اقول لكم سامحوني، انا واخده دور في الونزة، وانا عايزه اقول لكم صوتي مزعج شويه بسبب الفلونزا، سامحوني. المهم دي الزبدة بتاعتنا. الكمية دي بترجع لك انت، حتى لو هتعملوا كيلو واحد. ازاي تعرفي بقى الزبدة السليمة من الزبدة المغشوشة؟ لازم يا جماعة الزبدة نفتحها من القلب من جوه. اللي بيغش الزبدة اعوذ بالله بيغشها من جوه، الحشوة من جوه. تدوقي زبدتك من بره ومن جوه، لقيت الطعم واحد يبقى كده تمام. لقيت الزبدة خفيفة وبالسيح في بقك وما فيهاش اي تكتلات، يبقى الزبدة دي مش مضاف لها اي حاجة. دي الطريقة اللي تعرفي بيها الزبدة. وتمسكيها على ايدك كده تلاقيها ناعمة كده بالسيح واحنا ماسكينها في ايدينا. دي الكمية اللي انا هعملها معاكم، وهنطلع منها حاجات كتيرة جدا جدا جدا. بس هقول لكم حاجة قبل ما تسرحوا معايا في الفيديو. اللي ما حطش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكم بكل سهولة. هناخد حلة الزبدة الجميلة دي احطها على النار. هتعملي ايه يا هالة؟ ودي نار عالية، انا بشتغل على نار عالية. انا مش بقف بالنص ساعة وبالساعة عشان اسيح شوية الزبدة، لا. انا ما بتاخدش معايا 15 دقيقة. انا حاليا بفك الزبدة، هي زبدة لسه ما بقتش سمنة. بفكها. يعني ايه هلا بتفكيها؟ بحولها لسائل زي ما انتوا شايفين كده. ومش عايزاها تسخن ولا تغلي، انا عايزاها تتفك بس. ولسه فيها بعض قطع الزبدة، مش مشكلة، المهم فكت كده خلاص. مش لازم القطع كلها ايه تفك، لا. المهم بعد ما فكت كده انا طفيت النار. هتعملي ايه يا هالة؟ هبرد الحلة دي، هسيبها تبرد خالص بره، وبعد كده ادخلها التلاجة، وتاني يوم ارجع لكم تاني. انا رجعت لكم تاني يوم، رحت الشغل بقى وكنت صايمة النهاردة، كان يوم الاثنين. المهم ايه، طلعت الحلة من التلاجة مش الفريزر، مش هنحط الحلة دي كلها في الفريزر. طلعتها، هي جمدت معانا في التلاجة. هنعمل فتحتين، فتحة من قدام كده وفتحة من النص. هتعملي ايه يا هالة؟ هنزل اللبن بتاع الزبدة. هنزل اللبن بتاع الزبدة. ما اللبن اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة، ده اللي بيخليكم تاخدوا وقت طويل جدا جدا على النار. فلازم نفصله الأول من الزبدة. واللبن ده خسارة، أنا تبخروه ليه؟ ده اللبن ده ما تعجنيه بالمعجنات يطلع أحلى قرص، يطلع أحلى كحك، يطلع أحلى. لو هتعملي قراقيش اللي هي يقولوا عليها منين، كل بلد بقى بيقول مسمى تبعهم بقى. المهم عايزه اقول لكم اللبن ده هنستفيد منه، ده بكيسه بحطه في الفريزر. واليوم اللي هعمل فيه معجنات بسحب الكيس واعجن بيه، وما بجيبش لبن. طب ايه يا هلا دلوقتي؟ دي زبده بقى، دي زبده صافيه ما فيهاش اي سائل. هتعملي ايه؟ هعمل قالب زبده طبعا، لان عندي بعض اكلات كتيره بتحتاج الزبده. طب انا الزبده لسه معايا ما حولتها السمنه. نعمل قالب. انا خدت بس الزبده حطيتها في القالب، واسويها في القالب وادخلها ايه التلاجة. ولما تجمد معانا هطلعها واوريها لكم. وممكن ناخد منها خميره نعمل منها الزبده النيوزيلندي. تمام كده. وانتوا عارفين ايه المكونات بتاعتها. انا عاملاها معاكم الفيديو اللي فات، اللي قبل اللي فات، انا اسفه. فانا حطيتها كده ودبيت العلبه دبتين كده، اطلع الفراغات اللي فيها من الهواء، وبالمعلقه اسويها كده، اقلب زبده كده ودخلها التلاجة. ودي زبده صافيه وزي الفل. ادي اول حاجه. تاني حاجه، احنا استفدنا باللبن واستفدنا بالزبده. هنطلع ايه تاني يا هاله يا قروبه انتي؟ هقول لكم.
ادي انا دلوقتي الزبده اهي، هوديها فين؟ هاخدها كده زي ما هي، دي زبده صافيه زي الفل، مش هتاخد معانا 15 دقيقه على نار، ونار عاليه على فكره، دي العين الكبيره. انا حطيت الزبده على النار كده، وشايفين الزبده الاصليه السمنه تظهر، كل ما الحله تسخن السمنه تطلع لفوق. انا مش هفصل الكاميرا، هتلقي الزبده في، يعني ما اقولكمش، في دقايق الزبده بسم الله ما شاء الله، لان ما فيهاش لبن، ما احنا حشنا اللبن، فهي عباره عن زبده صافيه هتسيح بسرعه. شايفين ازاي؟ ولسه فيها قطع زبده اهو. شايفين السمنه ظهرت ازاي، ولسه ما قلبتش ولسه ما سخنتش. دي الزبده الاصليه. معلش اتحملوني في الفيديو ده. الريمه اللي على الوش دي يا جماعه مش ريمه، في ناس بتقول انا بحوشها. تحوشيها ليه يا ستي؟ دي المرطه. كل ما الزبده تقلب السمنه تظهر، والمرطه تنزل تحت، والسمنه تبقى صافيه لونها ازازي يعني صافيه. يبقى احنا ما بنحش الريمه. بس عايزه الفت نظركم لحاجه، انا بشتغل على نار عاليه، بس بشرط الحله بتاعتك تكون كبيره عشان الحاجه تاخد راحتها. وكل شويه اقلب كده بالكبشه بتاعتي، واجيب القعر بتاع الحله عشان الزبده السمنه بتاعتك تبقى ريحتها حلو. كل شويه هتلاقي الريمه دي اختفت، المرته نزلت لتحت، شايفين ازاي؟ والسمنه بتاعتنا تبقى ازازي، لون الازاز كده يعني صافيه. فانا كل شويه برجع اقلب تقليبه كده. شايفين لون السمنه؟ شايفين المرته؟ دي الريمه اللي كانت على الوش اتحولت لمرته. فين؟ كل ما بتقلب السمنه تبقى صافيه لونها ازازي كده، والمرته تبقى تحت، والمرته لونها اديكم شايفين لونها زي الفل، لا متحرقه ولا اي حاجه. ولما نصفي الحله دلوقتي هنشوف ايه الحله بتاعتنا. تيتا الله يرحمها كانت تقول ايه؟ الست الشاطره اللي ما تحرقش مرتتها، يعني حلتك ما تبقاش محرقه، عشان السمنه بتاعتك يبقى لونها حلو وريحتها حلوه، لان السمنه بتتاثر بريحه الشياط. انا خدت كل حاجه على ارضيه المطبخ بصراحه، لان ايه، ما كانش ينفع معايا البنش بتاع المطبخ. واديني بصفي ايه، سبت السمنه هديت كده، وابتديت اصفيها في الصواني. انت ليه هلا بتحط في الصواني؟ ما الناس اللي متابعاني على القناه عارفه ان انا ما بخزنش السمنه في براطيم، انا بحطها في صواني، ولما تبرد ادخلها التلاجة، وبعد كده بطلعها اقطعها مكعبات وبعبيها في كيس واشيلها في التلاجة بتاعتي. وده مكعب الزبده اللي احنا عملناه، شايفين جماله؟ شايفين بقى المكعب الزبدة الجميل ده؟ أحلى مكعب زبدة تشتغلي منه، تعملي منه أكل، تعملي منه يا ستي، تحوليه لزبدة، تجيبي له مكونات تاني وتحوليه لزبدة نيوزيلندي، يبقى زي الفل. طب ما هي كانت الزبدة يا هلا، بس زبدة فيها مرطة، ما ينفعش استخدمها، مش هتبقى زبدة حلوة، لازم اسحب منها المرطة زي ما سحبتها كده وشفتوا معايا. ودي السمنة بتاعت السنة اللي فاتت على فكرة، انا بقطعها كده واحطها في كيس. وعندي حله كده في المطبخ، منين ما بحتاج كده سمنه بملاها سمنه واستخدمها، كل ما تخلص اجيب سمنه من الاكياس اللي في التلاجة. ولو عندك مكان في الديف فريزر وعندك كميه كبيره، حطي في الديف فريزر يا ستي، وحطي كام كيس كده ايه في الرف عندك في التلاجة. انا كده عملت كل حاجه، وهنشوفها مع بعضنا دلوقتي. دي الزبده النيوزيلندي اللي انا عملتها معاكم يا جماعه، فوق الممتازه. انت دلوقتي عندك زبده ها، ممكن تاخدي منها وتعملي زبده نيوزيلندي زي ما احنا عملنا كده. ادينا احنا كده استفدنا بكل حاجة. عملنا زبدة أصلية من غير مرطة، ما فيهاش أي سائل، تنفعي تستخدميها، لأن السائل اللي فيها دي لو عملتي بيه أكل ولا حلويات هيبوظ لك الحلويات. فاحنا دلوقتي عملنا لك، أنا مش على الزبدة النيوزيلندي، أنا على الزبدة التانية، والزبدة النيوزيلندي زي الفل، اعملي بيها كل حاجة زي الفل، والزبدة اللي عملناها دي زي الفل، وادي طلعنا سمنة زي الفل. قاعد ايه تاني؟ اللبن اللي طلعناه من الزبده ده خساره يا جماعه، ده تعبوه في كيس وتحطيه في الفريزر عندك، ومنين ما تعملي معجنات تسحبي الكيس وتشتغلي. والزبدتين دول زي الفل، النيوزيلندي والتانية ما فيهمش اي سوائل، وتشتغلي براحتك. في بعض ناس بتاخد الكرة كده بتاعت الزبده تشيلها في التلاجة، ما تنفعش يا جماعه في الاكل، ومع طول المده المرته دي بتغير طعم الزبده، فلازم نسحب منها المرطة زي ما سحبناها كده. كده الزبدة البيضة صافية، اشتغلي بها براحتك. الزبدة النيوزيلندي زي الفل، وادي الحلة بتاعتنا مش متحرقة زي الفل. ودي يا ست عملنا زبدة وعملنا سمنة وطلعنا المرطة وطلعنا اللبن بتاع المعجنات، بسم الله ما شاء الله. ومش لازم كمية يا جماعة، ممكن لو من كيلو زبدة بس اعملي منه كل حاجة. ادينا عملنا ايه؟ ده بقى الختام بتاع السمنة. احنا كده ما خليناش حاجة في السمنة الا ما عملناها مع بعضينا. فقبل الفيديو بتاع ما يخلص هقول لكم ايه، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. وايه رأيكم بقى في الفيديو الجميل ده؟
يعني عايزة اقولك الست بقى لما تشغل دماغها كده هتعمل حاجات هيطلع من ايديها احلى حاجات. وهقول لكم كل سنة وانتم طيبين وبالهنا.